السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. الفترة الأخيرة في ناس كتير قابلتها مشاكل في امتحانات اللغة الألمانية وبالأخص امتحان تلك. النهاردة إن شاء الله هتابع معاكم الحلقة وأعرفكم الامتحانات البديلة لامتحان تلك وأنظمة الامتحانات دي إيه. تابعوا معايا الفيديو للآخر ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم في حلقة جديدة. اللي فيكم بيتفرج عليا لأول مرة أخوكم محمد الليثي، تمريض في ألمانيا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الامتحانات المعتمدة اللغة الألمانية من قبل السفارة. تعالوا كده نشوف النهاردة معانا ثلاث أنواع من الامتحانات. طبعا أشهرهم امتحان جوتا، وعندنا تلك وده كلنا عارفينه واللي حصلت فيه مشاكل الفترة الأخيرة وحجب نتائج، وللأسف ده ظلم الناس كتير. وللأسف مهما تعمل من تظلم أو كده مش بتستفاد حاجة أو مش بيعود عليك بأي فايدة خالص. تمام. وفي امتحان يمكن نادر جدا الناس بتمتحنه، بس يمكن بدأ الناس تعرفه في الفترة المؤخرة، اللي هو امتحان او اس دي. وامتحان او اس دي اللي فيكم ما يعرفوش هو امتحان برضه معتمد من السفارة الألمانية ومعتمد في كل ألمانيا. تمام. عشان في ناس ممكن يكون عندها إشكالية أو الامتحان أول مرة تسمع عنه، فيكون مفكر إن هو مثلا معترف بيه في أماكن وأماكن لأ، أو ولايات في ألمانيا وولايات لأ. هو معترف بيه في جميع أنحاء ألمانيا، فده ما فيهوش منه مشاكل زيه زي جوتا او تلك. النهارده ان شاء الله هستعرض معاكم نظام امتحان او اس دي لان ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه. تابعوا معايا الشرح للاخر، وان شاء الله لو عجبكم السلسله ديت ممكن انزل فيديوهات توضيحيه اكتر عن الامتحان، وممكن اتكلم كمان عن امتحان جوتا. عامه في العموم اي امتحان في اللغه الالمانيه ليه اربع اجزاء. بروفونج ستايل يعني اجزاء الامتحان. عندنا طبعا نوما اينس اللي هو قسم الليزن، وعندنا قسم الهيرن، وعندنا قسم الشرايبن، وقسم الاشبريش. ده اي امتحان للغه الالمانيه مش لازم يكون فيه الاربع اجزاء دول. تمام. طبعا كل تايل من دول بيتفرع برضو لكام سؤال وهنعرفهم معانا على مدار الفيديو ان شاء الله، ولكن قلنا كبدايه تبقى عارف الامتحان في العموم بيتكون من ايه. خلونا نخش على طول في امتحان الاو اس دي ونعرف التايلات بتاعته. اول تايل معانا اللي هو الليزن، عندنا فير اوف جابن، ومعانا نونت سيش مينوتن، يعني معانا اربع مهام يعني اربع اسئله وعليهم 90 دقيقه. بعد كده الهيرن اتسفاي اوف جابن ودرايسش مينوت، يعني معايا مهمتين او سؤالين وعليهم 30 دقيقه. بعد كده الشرايبن سفاي اوف جابن نونت سيش مينوتن سؤالين و90 دقيقه. الاشبريشن دراي اوف جابن 15 مينوتن فور برايتون، يعني معاك ثلاث أسئلة ومعاك 15 دقيقة تحضير. تمام. بعد كده الامتحان ممكن يكون بيتراوح ما بين ربع ساعة لتلت ساعة على حسب طبعا الممتحن وعلى حسب السياق اللي بيمشي فيه الامتحان. خلينا ننقل بعد كده وناخد كل تايل من دول على حدة ونشوف يا ترى هو بيتكون من ايه وايه نظام الاسئله جواه. اول حاجه معانا قسم الليزن Aufgabe 1، بقول لك تكست بلوس في فراجن ا بي ودوت سي. Aufgabe 1 ده بيتكلم عن، بيجيب لك نص، المفروض ان انت بتقرا النص وتفهمه، وبيجي لك عليها خمس اسئله بتبدا كل سؤال بيبقى ليه ثلاث اجابات ا وده بي وده سي، وبتبدا ان انت المفروض تختار الاجابه الصحيحه وتعلم عليها. تمام. غالبا الأسئلة في الجزء ده بيكون ماشية بترتيب الفقرات، يعني كل سؤال غالبا هتلاقيه، يعني لو لقيت وليكن السؤال الأولاني كان على الفقرة الأولى أو الثانية مثلا في النص، فهتلاقي بعد كده الأسئلة ماشية بترتيب الفقرات ده بنسبة كبيرة. تمام. يعني هي مش قاعدة ثابتة، ولكن بنسبة 90% الأسئلة هتكون بترتيب الفقرات. حاول تفهم النص كويس. وأهم حاجة يا شباب، لأن في ناس كتير عندها مشكلة في الحتة دي، لما بتقرا نص أو كده بتكون متخيل إن أنت لازم تكون فاهم كل كلمة بتقابلك. شباب إحنا بنفهم المجمل، أنت لازم بتشتغل على حتة إن أنت تفهم المجمل، مش إنك تفهم كل كلمة على حدة وتكون في الآخر المعنى. لا، أنت بتشوف السياق ماشي إزاي وبتحاول تجمع على قد ما تقدر وتفهم هو عايز منك إيه أو عايز يوصل لك معلومة إيه من خلال الفقرة اللي أنت بتقراها. فدي حتة مهمة جدا، لأن ناس كتير ممكن يقابلها كلمة معينة مش فاهمها، فيبدأ إن هو مركز مع الكلمة دي عايز يعرف معناها. أنت عادي يعني ممكن تفهم معناه من خلال الجملة اللي قبلها الجملة اللي بعدها وهكذا. حاول تفهم المجمل عشان ما تعطلش نفسك، لأن وقت الامتحان مش كبير. بعد كده عندنا Aufgabe 2، بكلمك بقول لك في 10 Überschriften und 5 Texte، يعني معانا 10 عناوين معاهم خمس نصوص. كل نص من دول يا شباب المفروض ان هو هيناسبه عنوان من العشر عناوين اللي هو مديهم لك. كل نص هيناسبه عنوان واحد فقط لا غير. يعني معنى كده ان انت هتاخد خمس عناوين للخمس نصوص، وعندك خمس عناوين مش هيمشوا معاك. فغالبا بيبقى فيه لكل فقرة أو لكل نص ممكن يكون فيه عنوانين قريبين لبعض، فأنت هنا لازم تفهم النص كويس عشان تقدر تختار له العنوان المناسب ليه. Aufgabe 3 Text inhalte Worte die fehlende Buchstaben haben. بقول لك هنا السؤال ده بيكون عبارة عن
نص فيه كلمات ناقصه حروف. الحروف اللي ممكن تكون ناقصه دي على الاقل حرف معاك لحد 3 حروف، تمام، على حسب طبعا الكلمه اللي انت بتكمل. الكلام اللي انت بتكمله ممكن يكون ارتكل، ممكن يكون تكمله مثلا نهايه صفه، ممكن يكون تكمله لكلمه عاديه، تكمله لفعل، وهكذا. فانت الموضوع بيكون مهتم اكتر ان انت يكون عندك حصيله لغويه بحيث ان انت تبقى قادر تتعامل في السؤال ده. Aufgabe 4 تكست ديم فوتا فيل، يعني بقول لك ان هنا بيكون معاك نص بينقصه كلمات، فالكلمات دي المفروض انت بتكملها. طبعا الكلام هنا انت بتكملها من دماغك، مفيش قدامك خيارات، وانت بتبدا ان انت زي تحط كل كلمه او كل مثلا معطى معاك في مكانه الصحيح، ولكن هنا انت بتجيب من دماغك. المتوقع هنا في السؤال ده ان ممكن تكمل بفعل، ممكن تكمل بحرف جر، ممكن تكمل بارتكل برابط للجمله، تمام، زي فايل ودن واللي هو فين بال وبفول تروتس دي، اللي هي روابط الجمل في العموم. فدي يعتبر الاغلبيه العظمى بيكون بيدور حوالين الحاجات اللي انا قلت عليها دي، تمام. وبرضو الجزء ده بيكون معتمد اكتر برضو ان انت يكون عندك حصيله لغويه. خش بعد كده على سايلة سفاي، وهو سايل الهيرن Aufgabe 1 بقول لك Radiosendung und 10 Fragen richtig oder falsch Sie hören zweimal. هنا بيسمعك قناه من الراديو، وبيبدأ إن هو يجيب لك 10 أسئلة هتجاوب عليهم طبعا بصح أو غلط. وهتسمع هنا السؤال ده هتسمعه مرتين، يعني أنت هتسمع المحادثة مرتين وبعد كده هتجاوب. طبعا المفروض وأنت بتسمع أول مرة بتكون مركز طبعا، لو لقطت سؤال ولا حاجة ممكن تتجاوب عليه أو تعلم إجابته. وفي المرة التانية لازم تكون بتحل بقية السؤال، لأن بخلاف كده ما عندكش أوبشن تاني، لأن بمجرد إن أنت الأوديو بيخلص فأنت خلاص أنت بتنسى بسرعة. فلازم تكون بتحل وانت بتسمع. فاول مره بتكون مركز قوي ان انت تفهم اغلبيه الكلام قبل ما بيبدا يشغل لك اصلا الاوديو. المفروض ان هو بيبقى مديك 10 ثواني تقريبا، 15 ثانيه على ما اعتقد، بحيث ان انت تقرا الاسئله اللي هي قدامك. فانت لازم اهم حاجه قبل ما تسمع لازم تكون قاري الاسئله اللي انت هتجاوب عليها، عشان وانا بسمع ابقى فاهم انا بدور على ايه، لان اكيد مش هتكون مطالب بالنص اللي بتسمعه كله او بالمحادثه اللي بتسمعها كلها. فلازم أنا اكون عارف الاسئله كويس عشان لما اسمع ابقى عارف ده سمعتها ودي موجوده جمله قدامي، ده هو قالها صح، يبقى بالنسبه لي ده صح، وهكذا. والحلاوه هنا نزودنا ان احنا بنسمعه مرتين، فده حاجه كويسه. Aufgabe 2 Englisch spricht zwischen zwei Personen Sie hören einmal، يعني انت في السؤال ده بتسمع محادثه بين شخصين، والمحادثه دي هتسمعها مره واحده. بيجيب لك زي مربع كده بيكون فيه معلومات، وانت مفروض في حاجات بتبقى في مكانها نقط مفروض ان انت يعني هتسمعها وتكتبها، وفي حاجات تانية هتلاقيها اختياريه، مديك كام اختيار ومفروض ان انت تتعلم على الحاجه اللي انت سمعتها اللي هي هتكون صح يعني. فالجزء ده سهل، هو يعتبر السؤال الاول بس في الهيرن هو اللي يمكن صعب شويه، ولكن مع التمرين طبعا وانك تشتغل على انك تحل تمارين كتير على الموضوع ده بيكون كويس. وافضل كتاب امتحان او اس دي اللي هو كتاب بوريكت. كتاب بوريكت هو يعتبر اقرب كتاب لامتحان الاو اس دي، لان طبعا الامتحان ده ملوش نماذج، انت مجرد ان انت بتحل وبيبدأ ان هو يجي لك حاجة زي اللي انت حلتها، فانت بتحل لمجرد ان انت بتتدرب على الامتحان ونظام الامتحان فقط لا غير، لكن اللي بيجي لك في الامتحان حاجة مختلفة. بعد كده هننقل لقسم الشرايبن، وعندنا قلنا zwei Aufgaben Aufgabe 1 بشفيردا. بشفيردا يا شباب يمكن الناس لو حد فيكم امتحن تل فبرضه كان فيها بشفيردا بتكتبها، هو عبارة عن ايميل المفروض ان انت بتشتكي فيه من حاجة معينة. ولكن هنا هي الصراحة الجزء ده سهل، لان هو هنا بيبقى مديك زي بعض الملحوظات على كام نقطة، بيبقى جايب لك زي اعلان ويقول لك الاعلان ده انت شفته في النت، وبيبدأ يقول لك اشتكي من 1 2 3 4، بيديك 4 ملاحظات على حاجات في الاعلان اللي انت المفروض شفته، ويبدأ ان انت تعلق عليه، تمام. وليكن رحلة ورحت الفندق، فالفندق مثلا كان الاوض مش نظيفة مثلا، او الحمامات مش نظيفة، مثلا كنتوا بتقولوا لنا في الاعلان ان البحر قريب من الاوتيل، فلا ده كانت المسافة بعيدة. فهو بيديك الحاجات اللي هم كانوا كاتبينها لك في الاعلان، ويبدأ يقول لك لا انت لقيت حاجة تانية مختلفة، ويبقى كاتبها لك في نوتيتس، فانت المفروض ان انت تاخد النوتيتس اللي هو سايبها لك ده وتبدأ تعمل لها تعيد صياغتها، تمام كده، وتكتبها بطريقتك انت الخاصة. الجزء ده مش مطالب ان انت تحفظ فيه اللي هو اسطمبات والكلام ده، يعني انت هترتجل عادي جدا بدون اي مشاكل. فالجزء ده انا شايفه سهل جدا. Aufgabe 2 eine Meinung äußern، هنا في الجزء ده بيجيب لك رأيين في موضوع معين، وانت مفروض ان انت بتبدأ ان انت تختار رأي معين وتقول لي انت مؤيد للرأي ده، وتبدأ ان انت تفسر تشوف لو هتذكر فورتايل وسهل انك تتكلم فيه. بعد كده تايل الاسبريشن يا شباب، قلنا دراي Aufgabe 1 kennenlernen und diskutieren. الجزء ده هنا يا شباب بيتكلم ان انت والبارتنر بتاعك بتتعرفوا على بعض، وفي نفس الوقت بيكون في تيمة المفروض تتكلم فيها بعد ما بتتعرفوا على بعض. ممكن تناقشوا موضوع زي مثلا الاشباط، ممكن تتكلموا عن سوسيالا ميديان، ممكن تتكلم عن البروف، بعض المواضيع المتعارف عليها في الجزء ده، وبتبدأوا إن انتوا تناقشوا فيها ولكن مش بشكل كبير.
Aufgabe 2 drei Bilder ein Bild aussuchen beschreiben unsere Sprechen. يعني ايه يا شباب هنا؟ يعني بقول لك ان انت هتختار صورة من الثلاث صور اللي هو بيجيبهم لك، وبتبدأ ان انت توصفها وبعد كده تتكلم عنها، تتكلم عن التيمة الخاصة بالصورة دي. تمام، يعني وليكن لو جايب لك صورة ناس بتلعب كورة وليكن، فممكن نتكلم عن السبورت. فانت هتوصف الصورة، اشخاص موجودين في نادي بيلعبوا وهكذا، وتبدا توصف الصوره وتتكلم ان دومت هنا السبورت مثلا اهميه الرياضه، وتبدا تتكلم ان انت كان مثلا بتحب الرياضه ولو ليك تجربه شخصيه وتقول مثلا انا بحب العب كوره وهكذا، بتخدم عليك في نفس السياق. Aufgabe 3 يبقى ein Thema diskutieren. ان انت بتبدا ان انت بيجيب لك هنا في الجزء ده بيجيب لك رايين لتيمه معينه، المفروض ان كل واحد فيكم سواء انت او البارتنر بتاخدوا راي من الرايين اللي قدامكم. في رأي بيبقى مؤيد للتيمة وفي رأي بيكون ضد التيمة. تمام، يعني واحد هيتكلم نختايلة وواحد يتكلم فورتايلة وهكذا. فانت لو خدت مثلا الرأي اللي هو مثلا مؤيد للموضوع، فهيبدأ ان انت تعبر عن الرأي ده وبتكون ان انت بتمثله، وبتبدأ ان انت تتكلم من هذا السياق وتبدأ تتكلم في فورتايلة عن الموضوع من دماغك، بخلاف ان انت بتفسر الكلام اللي موجود في الرأي اللي انت قريته بالفعل، وتبدأ ترتجل من دماغك وتتناقش مع البارتنر بتاعك. الأمانة يعني أقدر أقول إن جزء الشرايبن وجزء الإشبريشن في امتحان الأو اس دي هو سهل. تمام. بالنسبة للهيورين قلنا جزء صعب وجزء سهل، والجزء الأول مش صعب أوي زي ما قلنا. وبالنسبة لأصعب حاجة في امتحان الأو اس دي اللي هو الليزن. والليزن يعتبر احنا بنتكلم أكتر عن اللي هو تايل دراي وتايل فيا، تمام، اللي هم آخر تايلين بالظبط، اللي هو في تايل فيهم أنت بتكمل بكلمة بكام حرف يا ربي، أو الجزء اللي هو الرابع اللي أنت بتحط كلمة من دماغك. فده بيكون معتمد اكتر على الحصيله اللغويه زي ما قلنا، ولكن زي ما قلت انا اديتكم بعض زي مثلا فابن، ممكن نكمل بكونكتور، ممكن نكمل ببوزيسيونين وهكذا. فالحاجات دي كويسه، وانت لما بتحل وزي ما قلنا افضل مرجع تبدا تحضر منه الامتحان الاو اس دي كتاب بروجكت. لو حابين اتكلم اكتر عن الامتحان تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله لو كده اعمل فيديوهات تانية، وان شاء الله هسيب لكم لينك قناتي على التليجرام تابعوا معايا، بعمل بث مباشر من وقت للتاني تقدروا تتابعوا عليه، وكمان ان شاء الله هعرض عن دورات قريبة للغة الألمانية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، واشوفكم في حلقة جديدة، وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وسبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.